جبرة. أستاذ فاتح السلام عليكم. حاضر كله بعد ما رحب ألو. آخر عبر الهاتف رحب بالأستاذ. ألو أستاذ الفاتح جبرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليك، سعيدين بأنك تطل اليوم عبر الهاتف. وأنا ضيفي أنا الأستاذ الشريف أحمد عمر البدري، هذه رئيس الفرصة مجلس إدارة التاريخية الخطوط الجوية السودانية يعني السابق، والمعني بكثرتك الشهيرة أخبار خط هيسرو شنو؟ الحقيقة بدءا يعني لو كنت مكان الأخ الشريف أحمد عمر بدر لما حضرت إلى الاستوديو ولما وضعت نفسي في هذا الموقف الباين الاضطراب، وهو يعني ما عارف للاتهامات التي تدار أم لماذا. أنا أعتقد أن تدرس هذه القضية وهذا الكيس الهيسرو كيس في كليات الشرطة والقانون في جامعة العالم، حتى يعلم الناس كيف يطبق القانون في دول العالم وكيف يتم التعامل مع المال العام. أنا شخصيا لا أجد مبرر قانوني واضح أو واحد أن يعامل أو تعامل هذه القضية وتستغرق كل هذا الزمن خارج نطاق القانون الجنائي. دي مسألة جنائية، يعني هي السودانير دي يعني ما شركة زيها وزي باقي الشركات، حتى يعني لو في زول في شركة نهب لك قروش ولا اختلس ولا يتملك جنائيا حاجة بيعملوا له لجنة تقوم ولجنة تقعد ولا وتغرير وما تغرير، بيمشي طوال يفتحوا فيه بلاغ، القانون بياخذ مجراه والناس بتحقق بتصل بتقدم للمحاكمة. إذا كنت يعني مجرم بتحاسب، إذا كنت بريء بيطلق سراحك. أنا حقيقة ما كنت داير أتعرض لمسألة الخصخصة، لأنه بنعتبرها ده شيء انتهاء قدامنا خط هيسرو. أنا جننت به العالم يعني فترة من الزمن، لكن حديث الأخ الشريف خلاني أعود لمسألة العارف والخصخصة. الأخ الشريف بيتكلم عن إنه جاب عارف، دي زي تقول جاب ليه صيوان لعرس بيته. يعني ده يا أخي لا يعقل إنك أنت تجيب لك شركة وتدخلها كشركة جزء في ناقل وطني وتمشي يجيب قال لأنه الكويتيين بيحبونا. طيب يا أخي المصريين بيحبونا. وبعدين يعني إذا هي المسألة كده ودخلت في يعني نقول في منافسة، وين ناس الكي ال ام وين ناس السويس اير وناس البريتش اير، ما هو ده يعني ما خط الناس. طبعا في ناس بتعتقد انه خط هيسرو ده زي خط الكلاك للشقلة، ولا خط هيسرو ده اساسا انا اوضح للشعب السوداني ده حاجة لو سمحتم. القصة وما فيها انه المطار بتاع هيسرو زي ازدحم وطيارات كترت وبقت 4 طيارات بتنزل في الدقيقة الواحدة، فقاموا عملوا إدارة المطار عملت نظام سمته السلوت تايم بروسيس، وقاموا قسموا اليوم ال 24 ساعة ده على الطائرات بالثانية والدقيقة، وكل شركة طيران لازم تلتزم بمواعيد الهبوط والإقلاع بتاعتها. عشان كده ده خلق نوع من السوق، يعني بقى القصة بقى السوق، أي زول عنده 5 ساعات في اليوم 20 ساعة في الأسبوع بتاع ممكن يبيعها أو يأجرها. يعني دي القصه السلوت تايم بروسيس دي او الزمن اللي بتقعد. احنا في السودان اخر حاجه زمن الهبوط والاقلاع بتاعنا كان من الساعه 2:33 دقيقه للهبوط والساعه 6:33 للاقلاع، يعني طياراتنا بتقعد في المطار 4 ساعات والقعاد ده احنا ممكن ناجل. الحصل شنو؟ الحصل انه الحق بتاع زمن الهبوط والاقلاع ده ال4 ساعات دي تم بيعها للشركه بتاعت بريتش ميدلاند انترناشونال اللي هي باختصارها بيسموه البي ام اي. البيع ذاته تم في 30 مارس 2008، يعني له بالضبط 5 سنوات. وكيل البيع شركه اسمها ACL اللي هي ايربورت كوردينيشن ليميتد، والشركه دي ذات اللي بتدير الحاجه اللي بيسموها السلوت تايم بروسيسنج او الوقوف بتاع الطيارات في المطار. طيب اذا عرفنا انه مدير شركه البي ام اي ده وقع على العقد كمشترك، ووكيل البيع دي الشركه بتاعه الايربورت كوردينيشن ليميتد، طيب الوقع العقد كبايع او كحكومه السودان منه، والبيملك الصلاحيه دي منه عشان يوقع عقد زي ده، والعقد ده قيمته كم؟ وهل تم توريد الخزينه العامه؟ انا اعتقد انه القضيه دي قضيه واضحه المعالم، يعني اصغر محب تحتمل ممكن يورينا اللي حصل شنو والوقع العقد منه. وبالمناسبة يعني ممكن إذا حكومة السودان طلبت واستصدرت أمر قضائي وسلمته لأي موظف في محكمة الأول بليه في لندن،
وقالت لهم دايرين نعرف المستندات، ادونا المستندات وادونا الحق بدوا عليها. يعني قصه التحقيق اللي هو سنتين وما خلص دي حاجه تخجل والله، تخجل تماما، وحاجه يعني الشعب كله يا اخي الشعب السوداني كله خجلان والله من الحاجه دي اموال بتاعت الشعب، يعني المرضى شو قدام المستشفيات الناس ما لاقيه حقنا. انا اديك فكره عن انه الخط بيجيب كم. يعني قبل في فبراير اللي فات ده قبل اقل من شهر وشويه الاتحاد ايرلاينز باعت الحصه بتاعتها اللي هو الستار تايم بتاع دي، باعته ب 70 مليون دولار لشركه جيت الايرلاينز الهنديه، 70 مليون دولار. فيبقى القضيه فيها ملايين كثيره جدا جدا، بينما يعني الناس بتموت عشان حقنا. عشان كده جاء الالم والوجع بتاعنا في انه كيف لهذا المال العام انه يعني يهدر بهذا الشكل، وكيف للذين دخلت هذه الاموال في حساباتهم انه يكونوا يعني طلقاء. يا اخي ده المفروض يجيبوا لهم جنزير هنا يقطعوا لهم راسهم. احنا لو كنا والله في مناغ